الستات العالقة والرجالة برضو العالقة ما بين اللي حصل والأيام الجاية، والستات أكتر طبعا لأن هي الستات اللي بتستحمل القصة دي خاصة في الخيانات، وبتبقي واقعة دايما تحت اللي حصل، وبتنسي الآن الوقت الحالي. أنا في الوقت الحالي عايزة أعيش ولا أنا عايزة أعيش الأيام والأحداث اللي فاتت؟ لو أنا واخدة قرار إن أنا أكمل في علاقة أنا اتأذيت فيها والطرف التاني اعتذر ويبدي اعتذاره وبيعمل محاولات إنه يمسح هذا الألم، مفضلش أنا عالقة في اللي حصل، أصله عمل كده فيا فأنا مش مطمنة للي جاي، أصل هو أذاني في كذا وكذا وكذا، هو اعتذر. اوعي تتخيلي انه المفروض الطرف اللي قدامي يفضل يعتذر لي ليل ونهار، كل يوم كل يوم يقول حقك عليا حقك عليا. حقك طبعا انك تبقي موجوعة، وحقك طبعا ان هو يعتذر، بس هيعتذر كم مرة؟ 100 مرة؟ مليون مرة؟ هيكفيكي كام اعتذار؟ طيب هي القصة كلها واقفة على اعتذار وانه يتعدل، ولا القصة كمان واقفة عليكي هتقدري ولا لا؟ هتقدري تتخطي عتبة الألم ولا هتفضلي واقفة عند عتبة الألم؟ عتبة الألم عايزة ست قوية، عايزة ست عندها قرار، عايزة ست ما تسمحش لنفسها، لأن النفس أمارة بالسوء والنفس جامحة. النفس عمالة تشدك أكمل ليه أسيبه؟ خلاص لو انتي مش قادرة، ما يقدر على القدرة إلا ربنا، أكمل ليه وأسيبه؟ خدي القرار وخلاص. لكن لو أنا مكملة وعمالة كل شوية أخد خطوة وأرجع، أكمل أسيبه أكمل أسيبه أكمل أسيبه، لا هكمل وأنا مش حباه، لا هكمل وأنا مش شايفاه، دي مش عيشة لا ليكي ولا للولاد. احزمي امورك مع نفسك وخدي القرار، واعرفي لو انا هكمل انا اقدر اتخطى عتبة الالم ازاي. اقدر اتخطاها لما افصل الوقت، وجعني امبارح، الان هو اعتذر ويبدي الاعتذار واخد باله من تصرفاته، بكرة بتاع ربنا. ربنا لو رايد لي حاجة هيقدرني ان اتخطاها، ربنا لو رايد لي السعادة هتجيلي، ولو مكتوب عليا التعاسة خلاص ده ابتلاء وقدر. انا مش خايفة من بكرة، وبالتالي لما اعيش النهاردة ماليش علاقة بامبارح وما بفكرش بكرة، هعرف اعيش يوم بيوم وانا امنة مطمئنة. محدش بياخد حياة 100% كلها حاجات حلوة. هو الابتلاء بيغير البني ادمين، اكيد انا عديت على المرحلة دي عشان ربنا عايز يغيرني، عايز ياخدني لمنطقة أعلى وأرقى من التفكير. وبالتالي ما تبصيش للي حدث ده اللي حصل إنه سكينة وذبحتك، بصي له برؤية تانية، انه غير تفكيرك، انه غير رؤى المخ بتاعتك، انه حتى غير علاقتك بيه، انه حتى عمل في العلاقة دي حاجة انك ابتديتي تشتغلي على نفسك، وانك بدل ما كنتي كلك راحة في اتجاهه هو بقى فيه جزء ليكي انتي، بقى فيه جزء كمان مدركة كان ناقصكوا ايه وبتشتغلوا عليه، في جزء كمان ايه اللي حصل نتيجة ايه. هو الراجل ده ما عندوش ثقة بنفسه، الراجل ده عيني زايغة، الراجل ده ضعيف. انا كست واخده بالي، انا كست حنينه، انا كست كنت مش واخده يعني مركزه مع الولاد اكتر. عادي ان احنا نقعد نراجع، ما بلومش اي، يعني اللي وقع عليه الخيانه ما بيتلمش، لكن مهم يعرف ليه. ليه؟ لانه احيانا ليه دي بتخلينا نحل الموضوع ونطلع في حته احسن.